قافزة مظلات اسمها جوان مواري حصل لها حادثة غريبة جدا لما حاولت انها تقفز من على ارتفاع 4 كيلو متر من طائرة، ولما جت تفتح المظلة بتاعتها اتفاجئت بانها معطلة. حاولت انها تفتح المظلة الاحتياطية ولكنها ما اتفتحتش غير قبل 200 متر من وصولها للارض، وطبعا كل الهواء اللي كان في المظلة اتفرغ، وبالتالي ما استفادتش منها في حاجة واصطدمت بالارض بسرعة 130 كيلو متر في الساعة. ولحسن حظها بقى هنا وقعت على مستعمرة من النمل الناري، وبعد ما كان قلبها متوقف نتيجة شدة الاصطدام رجع انه يشتغل مرة تانية بسبب كمية الادرينالين اللي انتجها الجسم من 200 لسعة من النمل. تم نقلها للمستشفى وخضعت ل20 عملية جراحية لإعادة بناء العظام لأن كان الجزء اليمين من جسمها كله اتكسر. فضلت أسبوعين في غيبوبة، بعدها فاقت ورجعت لعملها كمديرة لأحد البنوك في أمريكا، ورجعت مرة تانية للقفز بالمظلات. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخة؟ ايه بقى يا شيخة؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. في عام 1937 كان في شخص أمريكي اسمه جوزيف فيجلوك. الشخص ده كان بيشتغل عامل نظافة، وفي يوم من الأيام جوزيف كان بيؤدي مهام عمله تحت أحد الأبنية الضخمة، وفجأة وقع عليه طفل من الدور الرابع. ولحسن الحظ إن الطفل لم يصاب بأي أذى، بس جوزيف اتصاب ببعض الإصابات الخفيفة. والمصادفة العجيبة إن بعد عام من الواقعة دي جوزيف كان بيشتغل تحت نفس المبنى وسقط عليه نفس الطفل مرة تانية، ولحسن حظ الطفل إنه لم يصاب بأي أذى، وجوزيف اتصاب برضو ببعض الإصابات الطفيفة. والسبب في السقوط المتكرر للأطفال في أمريكا إنهم بيعملوا لهم حاجة اسمها قفص الأطفال. بيصنعوا أقفاص من الأسلاك وبيعلقوها في الشباك أو في البلكونة، وبيحطوا في الأقفاص دي أطفالهم، وبيعملوا الأقفاص دي علشان بيقولوا إن الأطفال محتاجين للتهوية علشان مناعتهم. وأول من بدأ الفكرة دي هي زوجة الرئيس الأمريكي روزفلت، بس في عام 1950 تم منع فكرة قفص الأطفال لأن بسبب الفكرة دي حصل للعديد من الأطفال حوادث خطيرة جدا. الحرب العالمية الأولى كانت واحدة من أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية، لأنه تم من خلالها قتل ما يقرب من 20 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. ومصادفة عجيبة خلال الحرب دي حصلت في مقبرة سانت سامفوريان، ودي مقبرة عسكرية في بلجيكا تم فيها دفن العديد من الجنود البريطانيين اللي تم قتلهم خلال الحرب. وبالصدفة وبدون أي تخطيط أول ضحية بريطانية مسجلة في الحرب كانت لشخص اسمه جون بار البالغ من العمر 17 سنة. والصدفة العجيبة إن القبر اللي كان موجود في مواجهة القبر ده على بعد 4 أمتار كان قبر آخر ضحية مسجلة للحرب، واللي توفى قبل 90 دقيقة من إعلان بريطانيا للهدنة. الملحن النمساوي الشهير أرنولد شوينبيرج اتولد في 13 سبتمبر من عام 1874. الملحن ده كان عنده فوبيا من رقم 13، وكان بيخاف انه يموت في اي عام من مضاعفات رقم 13. واللي زاد الامر سوء انه في عام 1950 وصى احد المنجمين من انه يخلي باله في عيد ميلاده ال76 لان الستة زائد السبعة بيساوي 13. وفي يوم 13 يوليو من عام 1951 أرنولد فضل طول اليوم في السرير، وزوجته بتقول إنه فضل طول اليوم بيعاني من حالة إعياء وتعب شديد. وبتقول زوجته إنه توفى قبل منتصف الليل بربع ساعة علشان يموت أرنولد في يوم 13 اللي عاش كل حياته خايف منه. في عام 1941 علماء الأنثروبيولوجي التابعين للاتحاد السوفيتي قاموا بفتح قبر أحد زعماء الشعوب التركية، وداخل القبر ده وجدوا نقش بيحتوي على تحذير مكتوب عليه: من تجرأ المساس بقبري سيطلق العنان لغزاة أفظع مني. والمصادفة الغريبة إنه بعد 3 أيام فقط من بدء نبش القبر أطلق أدولف هتلر عملية بربروسا، وهي أكبر عملية غزو عسكري على الاتحاد السوفيتي على الإطلاق. في المصادفة دي بنشوف تشابه كبير في الشكل ما بين اللاعب الألماني مسعود أوزيل ومؤسس شركة فيراري الشهير إنزو فيراري. والمصادفة العجيبة إن اللاعب مسعود أوزيل اتولد في عام 1988، وفي العام نفسه توفى مؤسس شركة فيراري إنزو فيراري.
دانيال ديتويت عالم فلك من جنوب أفريقيا في يوم كان بيلقي محاضرة عن الموت وازاي ان الموت بيأتي فجأة وبدون سابق انذار. بعد انتهاء المحاضرة طلع كيس من الحلوى كانت موجودة معاه في جيبه، أخد حبة من الحلوى وحطها في بقه علشان ياكلها، بس لسوء حظه ان الحبة دي نزلت على طول على مجرى التنفس وقفلته وتسببت له في اختناق ومات فجأة بدون سابق انذار. في يوم 27 مايو من عام 1817 في بلدة صغيرة اسمها أريدينغتون في إنجلترا تم العثور على جثة فتاة اسمها ماري أشفورد مقتولة ومرمية في بركة مية على جانب إحدى الطرق. تشريح الجثة أظهر إن البنت دي تم اغتصابها قبل ما تنقتل. جهات التحقيق وجهت الاتهام لشخص اسمه سورنتون، لأن الشخص ده أظهرت التحقيقات إنه آخر شخص كان موجود معاها قبل ما تختفي. النيابة وجهت له تهمة القتل والاغتصاب، ولكن المحكمة برأته لعدم كفاية الأدلة. والمصادفة الغريبة انه بعد مرور 157 عام من الحادثة دي، وتحديدا في 27 مايو من عام 1975 عثر بعض العمال على جثة ممرضة شابة اسمها باربرا فورست مقتولة بنفس الطريقة ومرمية في نفس المكان. والعجيب ان البنت دي كمان اتعرضت للاغتصاب قبل ما تنقتل. والمصادفة الأغرب إن المحكمة وجهت الاتهام لشخص اسمه ثورنتون، والشخص ده كمان طلع براءة لعدم كفاية الأدلة. في عام 1922 تم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، ومن ضمن القطع الأثرية اللي تم اكتشافها في المقبرة كانت أبواق الملك العسكرية، والأبواق دي كانوا بيستخدموها للنفخ فيها للإعلان عن وجود الحرب. الأبواق دول كان عددهم 2، واحد مصنوع من معدن الفضة والتاني مصنوع من معدن البرونز. وفي عام 1939 تم النفخ في الأبواق عبر هيئة الإذاعة البريطانية وسمعها العالم أجمع. وبعدها بكم شهر اندلعت الحرب العالمية الثانية، واعتقد الكثيرون أن أبواق الملك توت عنخ آمون لها قوة سحرية استدعت الحرب. بعد الواقعة دي فضلت الأبواق صامتة لفترة، بس في عام 1967 حاول أحد الموظفين في المتحف المصري إنه يثبت إن الأبواق دي مش ملعونة ولا حاجة، وإن دي كانت مجرد مصادفة، فقام بالنفخ في أحد الأبواق. ولكن بعدها بفترة بسيطة حصلت حرب النكسة اللي كانت ما بين العرب وإسرائيل، وخسروا العرب الحرب، وللأسف انتصرت إسرائيل واحتلت أكتر من بلد عربي. وفي عام 1990 حاول أحد الأثريين المصريين إنه يعيد نفس التجربة كنوع من الدعابة، ونفخ في أحد الأبواق، بس بعدها على طول اندلعت حرب الخليج الثانية ما بين دولة العراق ودولة الكويت. وفي 2011 قام أحد الأثريين بالنفخ في البوق مرة تانية، وبعدها بأسبوع بس قامت ثورة يناير في مصر. وبسبب كل المصادفات دي الناس اعتقدوا ان أبواق توت عنخ آمون ملعونة، وان بمجرد النفخ في أحد الأبواق دي إعلان لوجود حرب أو وقوع كارثة. جيمس دان الممثل المشهور مات بشكل مأساوي وهو عنده 24 سنة بس. جيمس كان بيعشق العربيات لدرجة انه كان ناوي يدخل سباقات كتير وبشكل احترافي، بس في يوم 30 سبتمبر من عام 1955 الحلم ده وقف فجأة لما جيمس عمل حادثة مروعة وهو رايح للسباق بعربيته الجديدة واللي كان نوعها بورش 550 سبايدر. وجيمس للأسف توفى نتيجة إصابته في الحادثة. أما العربية فتخزنت لفترة، وبعدها العربية دي اتفككت واتباعت كقطع غيار. بس الغريب ان اي حد كان بيمتلك جزء من العربية دي كان بيحصل له حوادث، وبعض الحوادث دي كانت حوادث مميتة. الموتور بتاع العربية اتركب في عربية تانية، والعربية دي كمان عملت حادثة والناس اللي فيها توفت. واجزاء كتير من العربية دي اتركبت في عربيات تانية، والعربيات التانية دي كمان عملت حوادث مميتة. ده حتى المبنى اللي كانت متخزنة فيه العربية دي حصل فيه حريقة. الناس بيقولوا ان العربية دي كانت مشؤومة، وكل اللي قرب منها جاله حالة نحس.